الحليب على الفول السوداني اختراع. اول حاجه كده معايا كوبايه من الفول السوداني، حجمها بالنسبه للسوائل 300 مللي لتر. هضيف دلوقتي كده عليها كوبايه من الحليب. هغطي كده السوداني بالشكل اللي تشوفوه معايا ده، والسوداني ده انا شارياه محمص. لو السوداني عندك نية تحمصيه طبعا الاول. هسيبه كده لمده 20 دقيقه في الحليب ده، وبعد كده هجهز اي قالب متوفر عندي. طبعا مش شرط خالص ان انت تستخدمي قالب بايركس، تقدري تستخدمي ألمونيوم، مفيش مشكله خالص. هندهن القالب كده معانا بمعلقه صغيره بس من الزيت، علشان لما نيجي نطلع الحلوة بتاعتنا تطلع معانا سهل من القالب. كده خلاص عدى كده على الفول بتاعنا حوالي 20 دقيقة. هنبدأ دلوقتي بقى ناخده كده ونحطه معانا في الخلاط. هنفرمه معانا، انا عايزة افرمه ناعم جدا. هتشوفوا دلوقتي معايا شكله هيكون عامل ازاي. هتلاحظوا كده وانا بفرمه ان القوام بدأ يتقل معايا. في المرحلة دي هبدأ اضيف حليب، حوالي كده نص كوباية من الحليب. كمية الحليب على حسب كده ما يتضرب معانا. هشوفوا دلوقتي وانا بحط كده الحليب، بفضل اضيف حليب لحد ما يبدأ يتخفق معايا كويس قوي. ضفت كده معايا بالظبط نص كوباية من الحليب، وبدأت اخفقه لحد ما وصل معايا للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. حطه بقى كده معايا في طاسة او في حلة. تمام، وهرفعه دلوقتي معايا على النار. والنار هنا لازم تكون نار متوسطة عشان طبعا الفول ما يشدش معانا. ايدك تكون فيه زي ما انت شايفة كده تقليب مستمر. هوريكم كده معايا كل مراحل التسوية. طبعا انا كل مرحلة بفصل الكاميرا وافضل اقلب لحد ما يبدأ بقى كده يوصل معايا للقوام اللي انا عايزاه. هوريكم شكله في النهاية بيكون عامل ازاي. بس يا ريت لو وصلنا للمرحلة دي ادعموا الفيديو باللايك والشير عشان يوصل لكل الناس. هضيف دلوقتي كده عليهم فنجان من السكر. كمية السكر دي ترجع ليك، يعني ممكن تقليلي عن كده، ممكن تضيفي بس معلقتين من السكر، ده على حسب الرغبة. ضيفي كمية السكر اللي انت حباها وقلبي ودوقي الطعم. لو عايزة تزودي تاني دي حاجة ترجع ليكي براحتك خالص. هنا القوام بدأ يتقل معايا. هضيف في المرحلة دي كيس من الفانيليا، هتدي معايا نكهة حلوة قوي قوي. وهبدأ اقلب. هتشوفوا شكل القوام معايا اختلف خالص وبدأ لونه يغمق. وطبعا بدأ الحليب يقصر معايا، يعني القوام بدأ يتقل ويبدأ الحليب يجف معانا. هنبدأ نقلب زي ما انتم شايفين كده لحد ما تتكون معانا عجينة. ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين القوام عامل ازاي؟ بدأ يلم معايا ويبقى شكل العجينة بالظبط كده. هو تمام قوي، هو كده جاهز. هنبدأ بقى نصبه في القالب بتاعنا. وممكن بعد المرحلة دي ما نحطوش في قالب ولا أي حاجة، نسيبها لما تبرد معانا تماما وندخلها التلاجة. وبعد ما تبرد نشكلها كده على شكل كور ونغطيها بالشوكولاتة أو بالفول المجروش. عايزة أقول لكم هتكون خطيرة. لكن أنا النهاردة حطيتها كده في القالب، هقطعها كده على شكل مربعات. طبعا أنا حطيت لك الفكرتين، تعملي الفكرة اللي تريحك أو اللي أنت حباها. تمام. هبدا بقى اسويها معايا بالشكل ده وهركنها دلوقتي على جنب. وهبدا اجهز دلوقتي كده معايا فول، هحطه كده معايا في الهون. هدقه معايا واحطه كده على الوش. طبعا يا جماعه الهون اللي انا استخدمته انا مستخدماه بس للحلويات، يعني ما بدقش فيه توم ولا اي حاجه، مخصصاه زي ما قلت لكم للحلويات بس. ببدا افرمه معايا زي ما انتم شايفين كده، ونبدا بقى نزين بيه الوش. هيدي طعم حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم ان احنا كمان ممكن نقلب كميه من الفول السوداني دي في قلبها كده وهي لسه على النار في المرحله الاخيره. برضو كده وانت بتاكليها كده في النص كده يبقى فيها فول سوداني طعمها حلو جدا. انا بقول لكم على كل الافكار اللي ممكن تعملوها. يعني ممكن تشكلوها كار وتغطوها بالشوكولاته، او تعملوها زي ما انا عملتها كده. ممكن تقلبي فول فيها اي مكسرات انت بتحبيها، يعني ممكن تغيري كمان وتحطي اي نوع مكسرات انت بتفضليه. بسويها زي ما انتم شايفين كده وهستناها طبعا لما تبرد. وبعد ما تبرد هدخلها معايا التلاجة لمدة ساعتين. وده كده شكلها بعد ما عدى عليها ساعتين. هنبدأ بقى دلوقتي نقطعها مع بعض. وبالنسبة للتقطيعة دي ترجع ليكي، ممكن تعمليها مكعبات صغيرة، تعمليها قطع كبيرة، براحتك خالص زي ما تحبي. يعني دي حاجة ترجع ليكي، مش شرط خالص. طبعا انا هنا قطعتها بعد ساعتين بالظبط. ممكن تسيبيها وقت اطول، كل ما تسيبيها وقت اطول هتبدأ تتمسك معاكي اكتر. بس انا كنت مستعجلة عشان انزل الفيديو. هوريكم شكلها دلوقتي بعد ما قطعتها. عايزة اقول لكم بجد حلوة قوي قوي. طعم الفول السوداني كده مع الحليب حاجه كده تحفه. بجد بالف هنا وشفا لكل اللي يجربها. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى فعلا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه باي معلومه. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتي توصل لكل الناس. اكون شاكره ليكم جدا جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.